بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مطبخ نادر سليمان. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم العيش الفينو، نظرا إن في ناس من أصدقائنا طلبوه مني إننا نعيده تاني، فإن شاء الله هنعيده معاكم النهاردة ونعرفكم بيطلع منه أنواع كتير إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. العيش أهو، بسم الله. ده العيش البرجر، بسم الله ما شاء الله، طري وخمران وناعم زي ما انتم شايفين، زي الأسفنجة أهو. والعيش الفينو، يلا نبدأ مع بركة الله مع بعض. زي ما انتم شايفين العيش الأربعة من كده. يلا النهاردة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم عجين عيش الفينو. هنعمل معاكم نص كيلو إن شاء الله. 3 كوبايات دقيق. احنا بس عشان الطلب مننا، عشان كده حابين نعيده. احنا عملناه قبل كده بحيث برضو الطلب بأحجام أقل. هنبدأ إن شاء الله. معانا 3 كوبايات دقيق، معانا كوباية مياه دافية، 4 معالق زيت، معلقة خميرة 10 جرام، 4 معالق سكر، معانا بيضة، 5 جرام ملح، نص معلقة بيكنج باودر. احنا زودنا البيكنج باودر المرة ديت عن المرة اللي احنا عملناها قبل كده، ان بديل المحسن يعني، عشان مفيش محسن. هنبدأ نختبر الخميرة بتاعتنا الأول. هنحط يعني بتاع نص كوباية المية دي كده دافية طبعا، وال4 معالق سكر. وهنبدأ نحط البيكنج باودر حوالي نص معلقة، مع حوالي 8 جرام يعني. وهنبدأ برضو نحط الخميرة من 10 15 جرام. لو عايزة يعني زودي الخميرة 5 جرام مثلا، 15 جرام ولا 20 جرام، مفيش مشكلة، لأن طبعا الجو بارد، وعشان برضو زي التخمير يبقى بسرعة يعني. كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، بنختبر الخميرة كده. هنقلبها كويس بالسكر بتاعها، نسيبها نغطيها ونشيلها لمدة 5 دقايق بس على جنب. بنقلب بقية حاجتنا وعليها معلقتين دقيق زي كده. هنقلبهم بس عشان تخمر. نختبر الخميرة لأن الجو برد، وطبعا أغلبية الخميرة بتبقى واخدة هوا، بتبقى بايظة، فعشان برضو نبقى شغالين كويس. هنقلبهم كويس في بعض كده، وهنبدأ إن احنا نغطيهم وبستريتش كده، نحطهم على جنب لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق لما الخميرة تمشي فيها، ونطمن إن الخميرة شغالة كويس معانا. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، هنبدأ نغطيها ونحطها بس كده على ما نبدأ نحط بقية خاماتنا على بعضها، على ما نختبر الخميرة بتاعتنا. هنحط الخميرة وهنبدأ نجيب بقى 10 دقايق كده ولا حاجة. هنبدأ نجيب الدقيق بتاعنا، وعشان نبدأ بقى نجهز العجين الباقي. نحط الدقيق وعليهم الملح بتاعنا. هنقلبه كده بمعلقة ولا حاجة. طبعا احنا ممكن ال4 معالق زيت اللي معانا ممكن نحط منهم جزء، وممكن نسيب معلقة منهم للآخر نحطها على العجين بعد ما يتعجن. كده الخميرة بتاعتنا مشيت اهي مظبوطة، بسم الله ما شاء الله، الخميرة كويسة ومظبوطة. هنحطها على ده الخليط هنحطه على الدقيق بتاعنا. وهنبدأ طبعا ننزل بقى بقية الخميرة بتاعتنا، البيضة والزيت وكده. نحط البيضة بتاعتنا. طبعا البيضة مش إجباري يعني بحط حاجة كده نحسن بها الطعم ونزود جودة الطعم عشان يبقى فيها تغذية أعلى وحاجة يعني. مش ضروري يعني، ممكن ما تحطش بيض عادي يعني، بس دي حاجة اختياري يعني. أنا بحب أحط البيض يعني تعمل طعم وبرضه بتفيد في تغذية الرغيف يعني وكده. هنبدأ نحط برضه الزيت، ولو المية طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم، حسب نوعية الدقيق. في دقيق بيشرب مية كتير، في دقيق أقل، فعشان كده بنبدأ برضه نحط المية واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين كده بدأنا نعجن العجين، نشبطه كويس. هو خدت ال4 كيلو مية على فكرة يعني. النص كيلو دقيق خد 4 كيلو مية، بس أهم حاجة ننعم العجينة، تبقى العجينة ناعمة. أيوة زي كده. نبدأ نحطها على الرخامة زي كده، نبدأ ندعكها كويس لما العجينة تبيض وتبدأ تنعم في ايدينا. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله، العجينة جميلة اهي. العجينة بيضت في ايدينا اهيت وبقت ناعمة. هنبدأ احنا برضو نسيبها برضو ترتاح لمدة نص ساعة لما الخميرة تمشي فيها. نحطها في مكان دافي كده. هنبدأ ندهن الطبق، البولة بتاعتنا ندهنها زيت، وهنبدأ نحط فيها العجين، وعشان نبدأ نسيبه لمدة مثلا نص ساعة لما يخمر، عشان نبدأ نشتغل فيه. زي ما حضراتكم شايفين كده، هندهن وشها زيت، وهنبدأ برضه نغطيها بالستريتش ونركنها
تخمر نص ساعة. ممكن عشان الجو بارد طبعا ممكن تجيبي طبق بلاستيك او اي شيء اكبر من البولة فيه شوية مية دافيين، دافيين بس يعني تقدر تحط صبعك فيهم وتسيبها تخمر. طبعا احنا استنينا حوالي زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، بعد ما سيبناها بتاع من حوالي تلت ساعة او نص ساعة ل5 دقايق بدأت هنبدأ بقى طبعا ننزلها كده، نهبطها بإيدينا زي كده، وهنبدأ طبعا نقطعها عشان نبدأ نشكل بقى العيش الفينو والعيش البرجر بتاعنا. لأن العجينة دي بسم الله ما شاء الله أنا بسميها العجينة السحرية، لأن بيطلع منها أصناف قرص وعيش فينو وعيش كايزر وعيش برجر وقرص ضفيرة وقرص ترسة، وبيطلع منها أنواع كتير. إن شاء الله هنعملها لكم كلها النهاردة. هنعمل بس معاكم العيش الفينو والعيش البرجر إن شاء الله في حلقة تانية إن شاء الله، أو في فيديو تاني نعمل برضو قرص السلة بتطلع منها، والقرص الضفيرة والقرص اللي هي الترسة وكده يعني. زي ما انتم شايفين كده نبدأ نقطعها. هنقطعها حوالي قطعة حوالي 50 جرام. هذا توزينها عادي، عادة تخليها 60 70 عادي، بس أنا بالتقدير كده يعني حوالي 50 جرام، بحيث إن النص كيلو ده ممكن يطلع معانا مثلا 15 16 رغيف. زي ما انتم شايفين كده قطعناهم حوالي من 16 رغيف، 8 فينو و8 برجر. هنبدأ بقى نقرصهم، هنبدأ نلفهم كده، نقرصهم على ايدينا، نكورهم كده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وهنبدأ برضو نقفلها كويس من تحت زي ما انتم شايفينها كده. العجينة ما شاء الله ماشية في ايدينا كويس، سلسة خالص. زي ما انتم هنبدأ نقفلها من تحت كده، وهنبدأ نركنهم في صينية مدهونة بالزيت، ونغطيهم لمدة 10 دقايق كده زي ما انتم شايفينهم كده. ده خلاص اهمت، هنبدأ نحطهم في صينية مدهونة بالزيت زي كده، وهنبدأ ندهنهم وشهم زيت ونبعدهم عن بعض عشان لما الخمر ما يلزقوش في بعض زي ما انتم شايفينها كده. هنبعدهم بس عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض، وهنبدأ نأكل وشهم زيت برضه بإيدينا كده، ونغطيهم ونسيبهم بس 10 دقايق بس كده، ونبدأ نشتغل بيهم على طول. دهنا وشهم زيت اهو. نبدأ بقى نغطيهم، حاجة بسيطة هي مرتاحة، بس يعني ايه عشان احنا كل ما نعمل مرحلة بنحاول نسيبها بس زي ما كده 10 دقايق ولا 5 دقايق نريحهم، وهنبدأ بقى نشتغل فيهم. زي ما انتم شايفين ده هنعمل الاول عيش البرجر زي كده، هنلفهم بين ايدينا كده على بطن، نحطها في بطن ايدينا كده ونقفلها كويس من تحت، ونحط عليهم شوية سمسم. آه عشان انت عارفين ان عيش البرجر دايما يبقى شكله السمسم بقى طعمه كده وطعمه كويس زي كده. ناكل ونوصف الصينية على طول. ده العيش البرجر بتاعنا. هنبدأ برضه نجيب العيش الفينو طبعا زي ما انتم عارفين، ناكل ندهن الرخامة زيت، ونحط برضو على العجينة من فوق كده برضو بندهن زيت، ونفردها بالطول وبالعرض زي ما انتم شايفينها كده، وبنبدأ نلفها رول. نظبط كده الفردة بالراحة، أيوة، ونبدأ نلفها رول ونضغط، نشد ونضغط ونلف رول عشان نطلع منها أي هوا، برضه يبقى شكل الرغيف بتاعنا حلو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده اهو. ونبدأ نقفل القفلة بتاعته عشان برضه لو فيها هوا ولا حاجة، عشان تبقى شكلها حلو ومظبوطة. والجناب زي ما انتم شايفينها كده قفلها كويس كده، بحيث ان هي ايه ما يفتحش مننا في الخميرة زي ما انتم شايفينها حضراتكم كده. ونلفها برضو رول بسيط خالص كده، نظبطها بس كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله شكل الرغيف ولا اروع من كده اهو. ونحطه والقفلة تبقى تحت، القفلة زي كده، قفلة الرغيف تبقى تحت عشان ما تفتحش. ونعمل واحد كمان برضو، هندهن برضو الرخامة بالزيت، والرغيف بتاعنا عادي زي ما انتم شايفينه كده بالطول وبالعرض كده، نخليها على شكل دايرة طويلة كده. ونبدأ برضو نلفها زي ما انتم شايفينها كده رول، ونفضي الهواء ونشد. بسم الله ما شاء الله العجينة جميلة وماشية، شوف الرغيف ولا أروع من كده، ولا العجينة ما شاء الله ناعمة. زي ما هو نقفلها برضو كده ومن الجنبين كده عشان ما تفتحش في الخميرة. نبدأ نرصها في الصاج بتاعنا. اه بعد ما قفلناها نلفها لفة بسيطة بس نعدل الرغيف كده، أيوة بسم الله ما شاء الله شكله جميل أهو. هنبدأ نحطه في الصينية بتاعتنا أو في الصاج بتاعنا أهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله 8 و8 اهم، ده نص كيلو. هنبدأ برضو ممكن عشان اللون برضو يبقى أحسن كده شكلها حلو برضو، ونجيب احنا ممكن بيضة وعليها 5 6 معالق لبن زي كده. ونقلبهم في بعض كويس، ونبدأ ندهن وش الفينو بتاعنا ووش الكايزر، بيعطي لون كويس، وفي نفس الوقت برضو باللبن كده بيخلي لونه جميل. وإن شاء الله بإذن الله يطلع معاكم مظبوط.
زي ما انتوا شايفين كده ندهن وشها، وزي ما انتوا شايفينها كده نبدأ ندخلها تخمر. طبعا الجو برد، طبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين شكلها كده. هندخلها الخميرة تقعد مثلا ساعتين، عايز ازود الخميرة وتقعد معاك زي ما انتوا شايفينها اهي. بسم الله ما شاء الله. بعد الخميرة ما شاء الله شكلها جميل. هندخلها درجة حرارة في الفرن على درجة حرارة مثلا، أعلى درجة حرارة عندك من 200 ل250، حسب ما عندك 200 220. هندخلها لمدة 7 8 دقايق. بسم الله ما شاء الله طلع من الفرن بعد 8 9 دقايق اهوت، ولا اروع من كده. بسم الله ما شاء الله. العيش البرجر والعيش الفينو ريشه زي ما انتم شايفينها في ايدينا اهيت. بسم الله ما شاء الله. لونه اسفنج لسه طالع سخن وموهوج من النار زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله. ولا احلى من بتاع الافران 1000 مرة، وصحي، وانت عارفينه عاملينه من ايه وفي البيت. بسم الله ما شاء الله. شايف الرغيف شكله عامل ازاي؟ اسفنج. شايفها اللبة بتاعته من جوه عاملة ازاي؟ طري سفنج طالع من الفرن. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يعني تجربوه يعجبكم بإذن الله، يطلع معاكم زي الفل وأحسن من الأفران 1000 مرة. أهم حاجة طبعا الفيديو لو عجبكم طبعا تعملوا لنا اللايك والشير بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.